ايه العيشه الجرب دي يا اولاد؟ طب اهدى بس، هو انا قصرت معاك في حاجه؟ ايوه قصرت معايا، ايوه قصرت معايا، انا زهقت منك ومن عيشتك، اعمل ايه؟ طب اهدى، مش سامع الناس صوتنا بالله عليك، اهدى. وانت اللي اقول لها سامع ولا ما سامعش؟ البيت ده بتاعي وكلمتي هي اللي تمشي، ولا انت ولا بدك عارفه ماشي عليها كلمه. طب انت جاي من بره عايز تعمل معايا ايوه عايز مشكلة اعمل وخلاص؟ مشكله، مش عاجبك يعني ولا اضربك وامشيك على بيت ابوكي؟ لا انسى، انا كده كده مش هغضب ولا بسيب بيتي طب وامشي. اعمل فيك ايه تاني؟ ضرب وضرب، جسمك نحس من الضرب وبرضه مش عايز تمشي، طب اعمل ايه فيكي؟ طب اهدى وانا هعمل لك اللي انت خش يلا شوف انت رايح تعمل ايه جوه. يلا خشي. والله الواحد مش عارف يعمل لك ايه، ضرب وضربنا، شتيمه وشتمنا، اهانه وهنا، هنعمل ايه فيك ايه تاني يعني؟ جسمك نحس من الضرب وبرضه مش عايزه تمشي، طب اعمل فيك ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب. مين؟ ابو النسب، ويمين بالله عارف ان انت جاي. ازيك يا ابني؟ هي لحقت كلمتك؟ مين يا ابني اللي كلمك؟ مين ايه بس انت تعمل فيها امير؟ ادخل ادخل. ما اعرفش حاجه يا ابني. ادخل. ماشي يا ابني. شغل الخبز اللي فيكوا ده. دقيقه وجاي لك. هو مين اللي بيرن الجرس؟ على سن انت مش عارفه يعني؟ ابوك مش رنيت عليه وجبتيه؟ انا والله ما رنيت امال عليه. ايه بيشوف على ظهر ايده مثلا؟ ما انت اللي رنيت عليه. والله ما رنيت عليه، احطك على مصحف. على ما رنيت العموم عليه. اترن على ابوك، اترن على اخوك، اترن على عيلتك كلها، ما حدش هيملى عيني عشان تبقى انت فاهمه. طب اهدى بس. هو ايه اللي اهدى؟ طب انا حتى هعمل عصير واطلع لبابا. لا مش في عصير، هي كوبايه الميه عبال ما اخش الحمام. خلاص؟ حاضر. ايه يا بنت ازيك؟ ازيك يا بابا؟ الحمد لله. بنتك عامله ايه؟ امال فين هي؟ تلعب تحت مع اصحابها. ماشي. وجوزك ماله كده؟ اول ما دخلت كده بيقول لي هي كلمتك، لحقت كلمتك؟ مفيش حاجه يا بابا، ما تشغلش دماغك. انا عارف يابا، انا عارف من غير ما تتكلمي. معلش، هو ده نصيبك في الحياه وقدرك في الدنيا. معلش بس ما تضحكيش حد عليك، لازم تعيشي يا بنتي وعشان خاطر بنتي، عشان ما تضحكيش حد عليك، عيال خالاتك وعيال عماتك وقرايبك. الحمد لله يا بابا، اديني معلش. مش حملها، هعمل ايه يعني؟ خلصت وشوشه؟ ادخل يلا شوف تعمل ايه في المطبخ. حاضر. ايه يا ابني، بس تقعد معايا شويه. ما سلمت عليك يا حاج، سلمت عليك وانت سلمت عليها وشوفتها وشافتك، وراها شغل في المطبخ مش فاضيين. ماشي يا ابني. وبعدين يا حاجه اقول لك على حاجه، حكايه برضه ان هي مش كلمتك دي مش داخله دماغي، وانا عديتها بمزاجي، انا عارف ان هي كلمتك. تمام؟ على العموم هتيجي تجيب بلدك مش هز فيها شعره. والله تمام؟ والله يا ابني ما كلمتني يا ابني، ده انا جاي بظروفها يا ابني، هنا كنت عند عمك الحاج تعال يا علي. راني. عديت يا ابني. ازيك يا راني حبيب جدو؟ ازاي؟ خش يا ماما يلا ماما بتعمل ايه جوه؟ يلا. ايه يا ابني، سيبها تسلم على جدو. طالعه من الشارع بس كانت بتلعب وهدومها متبهدله، هتغير هدومها يعني بس. لا تبقى هي ولا امها يا ابني. في ايه يا ابني؟ احنا عايزينك في ايه يا ابني؟ احنا عملنا لك ايه يا ابني؟ وانا عشان ربيت بنتي يا ابني على الاصول يا ابني، ان هي تحترم جوزها يا ابني، تسمع كلامه تينا كده وتبهدلها يا ابني، ولا عشان احنا غلابه وعلى جد حالنا يا ابني؟ بقول لك ايه يا حاج، انت كلامك شكله كتير وانا مش فاضي وعندي شغل، اخش اريح ساعتين. تمام؟ عشان عندي شغل بس مش فاضي. ماشي يا ابني. انا ابو ما مش انا يا ابني. ماشي يا ابني. ربنا يهديك يا ابني. يا رب يا حاج. ربنا يهديك يا ابني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خد 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 خد. انت بتحاسبن عليا في بيتي؟ طب افرض انا مدد عليك، يعني قول له مدد على راجل كبير. ربنا يهديك يا ابني. ينفع؟ ربنا يهديك يا ابني. يا احمد، تعالى يا يا حماد. ابني مالك ازيك يا فين؟ حماد؟ تعال. عامل ايه يا ابني؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ ربنا الحمد يبارك لله. فيك يا ابني. مالك يا ابني؟ صوتك عالي ليه؟ جايب اخر الشارع يا ابني. عجل صاحبك. ماله تعالى يا حماد. مالك يا عم؟ خليه يا حماد يمشي. في حاجه شادين مع بعض ولا ايه؟ ادخل يمكن يهديك. بلاش تقعد عنده، تعالى طيب اشرب معاه ربنا الشاي. يخليك يا تعالى طيب. يلا يا حماده خليه يمشي، هو مش فاضي وراه شغل هو. اهدى يا ابني اهدى يا ابني. يلا يا حماده تعالى. عجل صاحبك يا ابني. ماشي يا حاج. شرفت اجي يا حاج. اركبك توك توك طب ولا اي حاجه؟ ربنا يخليك يا ابني. يا ربنا ابني يبارك ايه؟ فيك. شرفت إيه يا حاج. تعالى يا حماده. ايه يا عم تعالى ايه بس وكده ايه؟ مالك يا ابني؟ مالك في ايه تعالى يا بس ابني؟ احكي لك. تعالى يا عم. في ايه يا ابني؟ تعالى. في ايه يا ابني مالك يا الاول ابني؟ بس احكي لك. تعالى. مالك في ايه؟ مالك؟ مزعل نسيبك ليه يا ابني؟ عامل مشكله مع مراتي. تمام. يظهر وانت إن هي عامل رنت مشكله على مع أبوها. مراتك ليه من الاساس يا ابني؟ يا ابني انت معاك مراتك يا ابني، الشارع كله يا ابني بيحسدك عليه يا ابني، ده مفيش في الدنيا واحده يا ابني في الشارع يا ابني عندها عجله مراتك. هو عشان يعني كل شويه يا ابني تسمم بدنها وما بتغضبش يا ابني خلاص بنقول عليها رخيصه يا ابني؟ ونسيبك ذنبه ايه يا ابني تسمم بدنه ليه يا ابني؟ ما هي يظهر ان هي رنت على ابوها تجيبه ان هي عامله مشكله معايا، انا فاكر ان ابوها يعني هيعمل حاجه. لا هي فاكر ان ابويا هيجي يعمل معاك حاجه؟ اه. عيب عليك يا اسطى، ده روحنا جاب البلد كلها ولا تاكل معانا يا اسطى ولا تشغلنا، عيب عليك يلا. تعالى يا راني. تعالى يا روم. عامله ايه يا عسل؟ حبيبه ابوها دي. ربنا يخليها لك يا اسطى.
ربنا يخليها لك. انت اللي ليا في الدنيا دي. انا مش عارف انت، انا من غيرك كنت هعمل ايه؟ كنت طجيت. انت اللي مصبراني والله. والله انت اللي مصبراني في البيت ده. ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. بتحبها يا اسطى؟ موت. طب لو حد زعلها اكله بسناني. تاكله باسنانك. طب لو جه في يوم من الايام يعني القدر حكم عليك انك تصبر عشان هي تبقى سعيده، هتعمل ايه؟ هتصبر صح؟ اكيد صح؟ اكيد عشان خاطرها بس مش اكتر. طب ما هي برضه يا اسطى، ما هو طب ما هي برضه يا اسطى نسيبك يا اسطى، ما هو برضه خايف على بنته زي ما انت خايف على بنتك يا اسطى. يا اسطى حط نفسك مكانه. يا اسطى اصعب احساس على الواحد لما يشوف بنته متهانه وغصب عنه ساكت عشان المركب تمشي. ما انت يا ابني انت بتحب بنتك يا ابني وهو بيكره بنته يا ابني. ليه يا اسطى؟ زي ما انت حط يا اسطى انت شوف انت بتعمل ايه مع بنتك، ما هو بيحب بنته برضه زي ما انت بتحب بنتك يا اسطى. يا اسطى العمليه مش دراع، عمر العمليه ما كانت دراع. مش بالدراع. خلي بالك نسيبك عنده عيله تسد عين الشمس، هو ساكت عشان خاطر بنته، عشان ما يضحكش الدنيا على بنته. بص، اصعب احساس في الدنيا لما اب يشوف بنته متهانه وساكت عشان خاطر المركب تمشي. مش ضعف منه، ده ممكن ياكلك. ما تهنش بنات الناس يا ابني. يا ابني انت مراتك عندك الدنيا والمصحف الشارع اللي انت فيه بيحسدك عليها. شادد حيلك عليها ليه يا ابني؟ وشادد حيلك على نسايبك ليه يا ابني؟ يا ابني نسايبك عنده قرايبه ياكلوا الزلط، قادرين يكسروك بس ساكتين عشان بنتهم، عشان مركب تمشي. يا ابني هي اللي بتتربى على الاصول النهارده لازم يبقى جزائها يا ابني الضرب على الدماغ. عشان واحده بتقول حاضر ونعم لازم تاخد بالصرمه. يا ابني في يوم من الايام هتتعب وهتبص حواليك مش هتلاقي حد غيرها هي اللي هتبقى جنبك راضي نصيبك. بص، في يوم من الايام هيبقى عندك بنت، ربنا يكفيك شر احساس انك بنتك تخش عليك مضروبه. بنتك اللي انت فضلت طول عمرك تشجع عشانها وتربي فيها وتكبر وتدلع وتشتري هدوم وتدفع دروس وتدفع مدارس، داخله عليك مضروبه عينيها ورمه. انت كأب بتعمل ايه؟ حطيت نفسك في مقارنه. ما انا لو اتكلمت الحوار ما انا قادر امسك جوزها هكسره، بس الحوار كبر، بنت هتطلع هتيجي تقعد جنبي هتبقى مضحكه البلد. طب اعمل ايه؟ بمشي الدنيا. خلي بالك انت لما مراتك تغضب وتروح لنسيبك ما بيتكلمش، خد مراتك وامشي. هو عويل؟ مش عويل. هو مش عويل فيك، ولا اهله عويله فيك، ولا عيلته عويله فيك. هو عايز الدنيا تمشي، عايز المركب تمشي، مش هيبقى فرحان وهو جنبه بنته متطلقه. ما تجيش انت بقى على الوتر وتيجي على الجرح وتدوس. بالله عليك في ربنا هتقف قدامه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالله عليك يا اسطى. يا عم اقول لك حاجه، هجيب لك المختص، شوف انت عايز جوز اختك يعاملها ازاي وعامل مراتك على هذا الاساس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.